محمد علي، حلم النهضة والطموح، الجزء الثالث. لو مش مشترك في القناة اعمل اشتراك. كان فضاء القاهرة في عام 1825 يضج بصوت الآلات الجديدة والشباب المتحمس. الشوارع لم تعد كالسابق، كانت النوافذ تطل على الكتب بدلا من الغبار. كان الفتى فراس الذي يحلم بأن يصبح مهندسا يجلس في إحدى تلك المدارس الجديدة، وعيناه تتبعان خطوط الرسومات المعمارية. لم يكن هذا التحول صدفة. كان محمد علي باشا قد أرسل بعثات تعليمية إلى أوروبا، واقتبس منها كل ما هو حديث. كان فراس يدرك أن كل كتاب أو آلة جديدة تصل مصر هي جزء من خطة الباشا الكبرى لتغيير وجه البلاد. كان شيخه يشرح بلهفة كيف أن هذه العلوم ستجعل مصر قادرة على بناء نفسها. كانت المصانع تنبت كالفطر على ضفاف النيل، مصانع الغزل والنسيج، ومعامل السكر والبارود. كان محمد علي باشا يزور هذه المنشآت بنفسه، يراقب العمال وهو يعدون مصر لتكون قوة صناعية لا تستورد شيئا، ويصر على الجودة والإتقان. ولأن القوة الصناعية تحتاج إلى حماية، كانت الترسانات البحرية في الإسكندرية لا تهدأ. الآلاف من العمال يقطعون الأخشاب ويبنون السفن الحربية. كان فراس الذي تخصص في بناء السفن يقف على رصيف الميناء، يراقب هيكل سفينة ضخم يرتفع أمام البحر المتوسط الأزرق. لكن القوة إلى موارد. فجه الباشا نظره جنوبا نحو السودان. قال الباشا لجنده: نحتاج إلى الذهب ورجال أقوياء لبناء دولتنا الحديثة. بدأت الحملات العسكرية بهدف تأمين الطرق التجارية واستكشاف كنوز تلك الأراضي الشاسعة. لم يتوقف الطموح عند حدود السودان. قاد إبراهيم باشا نجل محمد علي جيشا قويا عبر الشام، محققا انتصارات ساحقة في فلسطين وسوريا. كان اسم مصر يتردد بقوة في عواصم أوروبا، وأصبح الباشا تهديدا لقوى العالم القديم. كان محمد علي باشا يدرك أن هذه النجاحات العسكرية لم ترضي القوى الأوروبية الكبرى. كانت بريطانيا وفرنسا تخشيان أن يهدد هذا الطموح موازين القوى في المنطقة. شعر الباشا أن السيف الذي صقله بنفسه قد يصبح سيفا ذا حدين. عاد فراس من بعثة تدريبية في مرسيليا محملا بالخطط الهندسية الجديدة، لكنه وجد الجو في الإسكندرية مشحونا بالتوتر السياسي بدلا من حماس البناء. علم فراس أن السفن التي كان يبنيها لم تعد مجرد أدوات للتجارة، بل أصبحت رهانات في لعبة دولية خطيرة.